قصة النهاردة مش مجرد جريمة قتل وخلاص، ده كابوس اتجسد على أرض الواقع. جريمة بطلها طفل، بس مش الضحية، ده الجاني. والمفاجأة الأكبر اللي حرضوا عليها كان طفل زيه. أبطال حكايتنا النهاردة شخصين الظروف جمعتهم بطريقة مأساوية، طارق أنور وعلي الدين محمد اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وهنعرف ازاي القدر رماهم في سكة ضلمة. أهلا بيكم، أنا الكاشف وده برنامج عبرة في حكاية. طارق شاب في أواخر العشرينات، حياته كانت عبارة عن سلسلة من الظروف الصعبة. ساب أهله من 11 سنة وحاول يشتغل كتير، لكن الفشل كان حليفه في كل مرة. اتبهدل كتير لحد في شهر 9 2023 قابل واحد اسمه محمد عزت، ومن هنا محمد قدم لطارق عرض غير مجرى حياته كلها. عرض كان مغري جدا، بس كانت بداية النهاية، وانه يبيع كليته بمبلغ كويس جدا. ومن غير اي تردد طارق وافق، واكتشف بعدها ان محمد عزت ده سمسار اعضاء بشريه. العمليه تمت وطارق باع كليته الشمال بورق رسمي وقانوني في مستشفى خاصه، وقبض 1,750,000 جنيه. ودي كانت اول مره طارق يمسك فيها فلوس. طارق رجع لشبرا الخيمه، ما كان شغله وكان شغال في قهوه، بس الفلوس ما بتدومش. وفي نهايه شهر يناير ساب شغله بسبب مشكله، واضطر يأجر شقه والفلوس بدأت تخلص. ومن هنا طارق فكر يعمل زي محمد عزت، بس الموضوع ما طلعش سهل زي ما هو تخيل، وحاول يدخل على جروبات لبيع الاعضاء على الفيسبوك، لكن الامور كانت اصعب بكتير من اللي هو تخيله. طارق قرر يعمل طريقه تانية، وفعلا عمل منشور على صفحات بيع الاعضاء وعرض بيع فص من الكبد بتاعه. ومن هنا ظهر شخص اسمه علي وقدم له عرض تاني خالص، عرض مش بس احسن، ده كان اخطر بكتير. والعرض اللي عرضه علي على طارق انه يجيب طفل عنده 7 سنين يكون رفيع ويسحب منه عينات، والعينات دي هتتباع بملايين. الفكرة دخلت دماغ طارق بسرعة الصاروخ، وفي ساعات قليلة كان بيفكر في كل الأطفال اللي يعرفهم، واستقر على أحمد. طفل كان بيقابله كتير على القهوة، ودايما كان بيديله فلوس عشان يلعب في السايبر. كان بيتصور معاه كتير وباع كل صور أحمد لعلي، ووافق ان احمد يكون هو الضحيه. مين بقى علي خالد ده، او الدكتور علي زي ما كان بيسمي نفسه؟ ده علي الدين محمد علي الزيات، طفل عنده 15 سنه، بس قانونا هو طفل، لكن عقله كان اكبر من سنه بكتير، وعنده ذكاء مرعب يخليك تتخض. علي الدين عايش في الكويت ومن عيله ميسوره الحال. ابوه شغال محاسب في شركه كبيره هناك، وبيدرس في مدرسه مودرن اكاديمي، وكل اللي حواليه بياكدوا انه ولد مؤدب وفي حاله. لكن تحت الوش الهادي والبريء كان في وحش سادي بيعشق العنف والدم. ومن هو عنده 13 سنة علي الدين اكتشف ميوله الغريبة، ملوش أي ميول جنسية طبيعية، لكن كان بيحب يتفرج على أعضاء الأشخاص. عمل حسابات على الفيسبوك بأسماء كتير زي الدكتور علي عبد الله أو الدكتور علي خالد وما شابه، يطلب صور لأعضاء تناسلية وأطفال صغيرين. الفيسبوك كان بيقفل صفحاته واحدة ورا التانية بسبب نشاطه الغير أخلاقي، لكن ده ما زودش إلا الجنون. دخل على مواقع الدارك ويب، وفجأة شاف إن كل حاجة هناك بتتباع هنا بفلوس، وساعتها جات له فكرة شيطانية. والفكرة جات له ان هو يعمل فيديوهات عنف وضرب وسحب عينات من بني ادمين، ممكن توصل للقتل كمان، ويحتفظ بالفيديوهات ديت ويبيعها لما يوصل لسن القانوني عشان يعرف يفتح حساب بنكي. وقرر ينفذ المخطط الاجرامي في مصر مستغل احتياج الناس للفلوس. عمل حساب تاني باسم علي خالد، ونشر في جروبات كتير انه محتاج متبرعين من سن 6 سنين ل 18 سنة عشان يسحب عينات بس، وتواصل معاه 8 اشخاص ومن ضمنهم طارق. ونرجع لطارق بعد ما عرفنا مين هو الدكتور علي. طارق بدأ ينفذ كل طلبات علي اللي هو الدكتور علي او علي خالد، اللي بعت له قايمه كامله بالادوات المطلوبه. بس كان في مشكله، هيجيب ادوات التخدير والمشرط والسرنجات منين؟ طارق راح لواحد صاحبه بيشتغل في صيدليه وقال له ان اخوه تعبان وعايز يعمل عمليه ومعهوش فلوس، وصاحبه الصيدلي قدر يوفر له كل اللي هو عايزه. وطارق ساعتها دفع 430 جنيه. وجي وقت التنفيذ، طارق اخد ادويه مهدئه كتير عشان يثبت اعصابه وما يخافش، وراح قعد على القهوه يستنى احمد، الطفل اللي كان بيجي كل يوم السايبر، طفل محبوب من الكل. احمد وصل وطارق سلم عليه وقال له انه محضر له هديه حلوه قوي في البيت، وطلب منه يروح معاه بس يسبقه على اول الشارع العمومي. وطارق اشترى 2 عصير وكملوا طريقهم للبيت. ولما وصلوا البيت طارق فضل عصير في كوبايه ودوب فيها قرصين منوم واداها لاحمد، واتصل بعلي الطفل اللي عنده 15 سنه وقاعد في الكويت عشان يبلغه انه هيصور احمد وهو دايخ. وبعدها دوب قرصين تانيين في كوبايه ميه وشربهم لاحمد، وفي دقايق احمد نام تماما. وبعدها على طول علي اتصل بطارق فيديو كول، لكنه كان قافل الكاميرا من عنده، وطلب من طارق انه يحط الموبايل في مكان يكشف الاوضه كلها. وعلي قال لطارق هات حبل واخنقه بيه عشان يموت، وبعد ما يموت اسحب العينات منه. وطارق جاب حزام وبدا يخنق احمد، لكن احمد صحي فجاه، وطارق بدا يقفش جامد على رقبته وما قدرش يفلت منه لحد ما مات. ومن اللحظه دي تبدا ابشع جريمه ممكن تسمع عنها، تشريح جثة أحمد. كل ده بناء عن طلب علي. طارق خرج تقريبا أغلب أعضاء أحمد بمنتهى الوحشية وحطها جنب السرير، وكل ما طارق كان يبان عليه التأثير أو يضعف
علي يقول له ارتاح شويه وكمل بعدها. وهو في عز تقطيع الجثه طارق سأل علي ازاي هتاخد مني الاعضاء دي؟ رد عليه بمنتهى الهدوء: في ناس هتيجي لحد عندك وتاخد الاعضاء مني وهدفع لك 5 مليون جنيه. وطارق لما سمع المبلغ ده اتشجع اكتر وكمل في جريمته البشعه. ولما خلص خالص الاتصال اتقطع فجاه بين طارق وعلي. طارق اتوتر وطلع وقف في البلكونه وفضل رايح جاي من الاوضه للبلكونه. علي اتصل بيه تاني وقال له: معلش اصل الشبكه وحشه والخط بيقطع، بس في حاجه عايز اقولك عليها، الاعضاء دي مش هتنفع، انا مش هقدر اخدها، انت لازم تجيب لي طفل تاني وتعمل فيه اللي عملته في احمد. طارق في الاول رفض، لكنه افتكر ال5 مليون جنيه وانه ممكن يخسرهم لو ما نفذش طلبه، وخصوصا ان علي وعده مبلغ اكبر لو نفذ الكلام دوت. طارق نزل من البيت يدور على طفل تاني، وفي الوقت ده قابل ناس كتير من المنطقه بيدوروا على احمد وبيسالوا عليه. وطبعا طارق انكر معرفته مكان احمد، لكن الكل اجمع ان هم شافوه معاه. ودايره الشك بدات تلف حوالين طارق لحد ما خاف ان جريمته تتكشف لما هدومه هرب. وبعد هروب طارق تم اكتشاف جثمان احمد في شقه طارق، وللاسف مفيش حد من الاهالي قدر يتعرف عليه من بشاعه شكله، ما كانش فيه حته سليمه في جسمه. وبعد الفحص والتحريات تم القبض على طارق وفحصوا موبايله واكتشفوا هويه علي الدين اللي عايش في الكويت. وبالتعاون مع الشرطه الكويتيه تم القبض عليه هو وابوه. وبدات التحقيقات مع طارق اللي اعترف بكل حاجه، وانه ارتكب الجريمه بتحريض من علي، وان هو اللي حدد كل حاجه من ادويه مخدره وادويه طبيه، وحدد كمان طريقه القتل والتقطيع. واكد كمان ان علي كان معاه في كل خطوه وهو اللي كان بيوجهه. اما علي لما بدا يقول اقواله قال كلام صدم الجميع. بعد ما الطفل احمد اتقتل عليه طارق اتعرف على واحد اسمه احمد محمد على الفيسبوك وعرض عليه نفس العرض اللي عرضه على طارق، وان في اشخاص جايبين شاب عنده 17 سنه وولد صغير عنده 8 سنين ادولهم الادويه المنومه. الولد نام بس الكبير فضل فايق، فادوله مخدر تاني لكنه ما نامش، فقلت لهم ان هم يخنقوه، وفعلا خنقوه وفضل يقاوم، وقلت لهم حطوا المخده على وشه علشان تسدوا نفسه ويموت. ولما عملوا كده برضه فضل يقاوم، وانا في الاخر قفلت الفيديو لان هم ما نفذوش اللي انا عايزه. وبعدها بساعات بالظبط لقيت السلطات الكويتيه جايه البيت عندي وخدوني بهدومي اللي عليا. وفي يوم الثلاث الموافق 2 يوليو 2024 كانت اول جلسه بحضور عدد كبير من الاعلاميين والمحامين. كان اول ظهور فعلي لعلي، لان كل الصور اللي كانت منتشره على السوشيال ميديا وهو صغير. وبعد اقوال النيابه وتوجيه التهم للمتهمين القاضي سأل طارق وطلب منه الاجابه بكلمه واحده: اه او لا، وده حقه القانوني عشان ما كانش معاه محامي. القاضي سأله وقال له: انت ارتكبت الجريمه دي ولا لا يا طارق؟ طارق انكر وقال لا. اما علي جاوب بكل ثقه: ايوه انا مشترك في قتل احمد، واقر بكل اللي حصل وسط كل الناس اللي في القاعه في المحكمه. واسره احمد كانت موجوده والاب والام في قمه الانهيار. الاب طلب يحصل فيهم زي ما حصل لابنهم. القاضي كان حاسس بوجعهم وحس بالام الاب والام. بعد التحقيقات والمرافعات والجلسات حكمت المحكمه على طارق بالاعدام وعلي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. ربنا يرحم أحمد ويصبر أهله ويديهم القوة. واللي سمعناه النهاردة من قصة أحمد ده جرس إنذار لينا كلنا، بنشوف فيه إن الفقر واليأس ممكن يزق الواحد لسكة ضلمة ومخاطر عمره ما تخيلها زي ما طارق حصل معاه. وبنفهم قد إيه التكنولوجيا لما تقع في إيد عقول مريضة زي علي ممكن تتحول لسلاح دمار شامل وتخلق وحوش مش بني آدمين مستعدة تستبيح أرواح البريئة. والقصة دي بتفكرنا إن الشر ملوش لا سن معين ولا شكل معين. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. الحكم 15 سنة على علي كان حكم عادل ولا محتاجين لتغيير قانون الطفل؟ أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. السلام عليكم.